كابتن طارق انا زعلان منك يا كابتن طارق معلش. زعلان ليه كده يا سعفان ليه كده؟ بقول لك لا زعلان منك يا كابتن طارق معلش. ليه زعلان مني انا وانا اللي قلت لك اتنرفز؟ لا ما انا هقول لك بس يا كابتن طارق هقول لك اتفضل. لما انا اقوم يا كابتن من على البنش واكلم الحكم واقول له في لعيب واقع من عندنا فيا كابتن مش واخد باله عشان يوقف الماتش. ما ينفعش كابتن احمد حسام ميدو يشاور لي يقول له اقعد يلا اقعد يلا اقعد يلا. لا انا مش وانا اول حاجه. لا عيب طبعا عيب. وانا بلعب كوره مع حضرتك في جيل حضرتك يا كابتن طارق. انا بقول لك اهو عيب بس هو اللي بان اللي بان يا سعفان. اديله فرصه عايز يتكلم. اتفضل. اديني فرصه اكمل كلامي. وانا بلعب كوره بدات 84 كان لسه كابتن ميدو ما حدش يعرفه في مصر. لعبت معاك يا كابتن طارق ولعبت مع الرجال كلها. ما ينفعش اقوم انا اتكلم مع الحكم علشان ياخد باله ان في لعيب واقع عندي يشاور لي ويشوحني. انت مركز معانا ليه؟ لا ما يصحش طبعا. انت مركز. بص يا كابتن طارق احمد مركز في حاجتين النهارده. وانا بقول لسياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك احمد حسام ميدو مركز في حاجتين. مركز في المنصوره ومركز مع البيش بتاع النادي الاسماعيلي. اول تاتش بينه وبين احمد حسام لما عواد ياخد الكوره في الشوط الاولاني ويجري بيها وحد يوقعه فيقول لي ايه يا عم ده هو حسن علي. قلت له لا يا كابتن ميدو عيب ما تقولش حسن علي. كابتن حسن علي دوت مدربنا كلنا وده في واحد دخل فيه فبيقع بياخد الفاول بتاعه حقه. الماتش شغال الشوط الاولاني يا كابتن يقول لك ما تلعبوا يا جماعه. هي دي لعبه النادي الاسماعيلي؟ هي دي لعبه النادي الاسماعيلي يا كابتن ميدو اللي كسبوك النهارده يا كابتن ميدو. تمام يا كابتن. لما انا اقوم بقى واتكلم وكابتن ميدو يقول له اقعد ويجي لغايه عندي لا. طيب كابتن سعفان احنا مع بعض ويعني معانا كابتن احمد حسام ميدو على التليفون مدير الفني لنادي الزمالك ونكمل كلامنا مع بعض. ازيك يا كابتن احمد؟ انت هتدخلني في مداخله يعني مواجهه مع سعفان الصغير؟ لا انا قلت له استنى يا كابتن سعفان وبس بكلمك. انا اسف غريب شكرا. يا ميدو طيب هو حر طبعا.